ايه اكتر حاجه حسيت ان هي حاجه فوق الخيال او حاجه ما كانتش متوقعه وقابلتك وانت بتدرس الفتره دي كلها؟ عملية خطيرة جدا وعملية كبيرة قوي. وهناك في انجلترا يتلف 5 6 من الجراحين عشان يتفرجوا على العملية الدقيقة دي، فبيستغرب قوي ازاي العملية دي اتعملت في مصر من آلاف السنين. وبعدين يقول لو كنا عملنا الأشعة دي من 50 سنة فاتت كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن في تطوير المسمار اللي احنا دلوقتي بنعمله زي ما مصر كانت بتعمله من 4000 سنة. يعني دي اول عمليه في العالم مصر كانت بتعملها؟ مصر اللي بتعملها. يكفي فخرا ان مصر وصلت 3000 4000 سنة قبل الميلاد الى النسبة التقريبية اللي هي 3.14%، اللي لغاية النهاردة ما في عالم من علماء العصر الحديث إن كان أينشتاين أو بوهر أو كيبلر أو ماكس بلانك أو يانج أو غيره يقدر يمشي معادلة من غير النسبة التقريبية اللي مصر جابتها من 3000 4000 سنة قبل الميلاد. احنا بنرجع مش بنطلع بقى كده متأخر كمان. سمعت عن أمريكانولوجي، علم الأمريكانيات يعني. قلت له لا، قال لي ما فيش أمريكانولوجي، احنا تاريخنا كله 600 700 سنة، انما انتوا تاريخكم آلاف السنين، 7000 سنة. سنة. في ايجيبتولوجي، روح ادرس تاريخ بلدك.